هنبتدي أول حاجة بالميثايل تكنو، والميثايل تكنو بيحتوي على مادة فعالة واحدة وهي الميثايل كوبلامين، ودي بتنزل بتركيز 1000 مايكروجرام. والميثايل كوبلامين هو فيتامين B12 دايب في المية، وبيلعب دور مهم كإنزيم محفز في العديد من العمليات الحيوية، زي إنه بيساعد في تكوين الحمض النووي ال DNA والبروتين، وكمان بيساعد في تكوين الغشاء المحيط بالأعصاب. طب إيه هي بقى دواعي استعمال الميثايل تكنو؟ أو إيه هي استخدامات الميثايل تكنو؟ أول حاجة بيستخدم في اعتلال الأعصاب الطرفية، زي الاعتلال العصبي السكري واعتلال العصب الشبكي السكري. كمان بيقلل من الإحساس بالحرقة والتنميل وفقد الإحساس وتقلص العضلات. وبرضه بيستخدم في علاج فقر الدم الخبيث أو الأنيميا الخبيثة، خصوصا عند الناس اللي ما بتحبش تاخد حقن أو مش عندها قدرة على ابتلاع الأقراص. كمان بيقلل من خطر اضطرابات القلب الوعائية، وبرضه نقدر نستخدمه في حالات نقص التغذية، خصوصا عند النباتيين وكبار السن. وخد بالك إن المصايل تكنو ينفع نستخدمه خلال فترة الحمل والرضاعة، بس ده بيكون أفضل تحت الإشراف الطبي. طيب إيه هي بقى الآثار الجانبية للمصايل تكنو؟ أو إيه هي أضرار المصايل تكنو؟ أول حاجة ممكن يحصل فقدان للشهية، وبرضه ممكن يسبب غثيان، بالإضافة إلى إنه في بعض الحالات ممكن يسبب إسهال، وممكن يسبب بعض الاضطرابات المعوية بشكل غير منتظم، وفي حالات قليلة جدا ممكن يسبب حساسية أو طفح جلدي. وخد بالك إن الأعراض دي ممكن يظهر منها عرض أو اتنين وممكن ما تحصلش أساسا. طيب إيه هي بقى طريقة تناول المصايل تكنو؟ أو إزاي نقدر نستخدمه؟ أول حاجة بنفصل الشريحتين بعيد عن بعض بحيث إنك هتلاقي شريحة حمراء بينهم. تاني حاجة بناخد الشريحة الحمراء ونتأكد إن إيدينا جافة ومش مبلولة، وبعد كده نحط الشريحة دي على اللسان وهي هتدوب لوحدها، وتقدر إنك تستخدم المية لو أنت عايز. طيب إيه هي بقى جرعة المصايل تكنو؟ الجرعة في المتوسط بتكون شريحة على اللسان مرة واحدة يوميا، وخد بالك إن الدواء ده لا يفضل وصفه للأطفال. والمصايل تكنو بيكون متوفر في الصيدليات بسعر 75 جنيه للعلبة الواحدة المحتوية على 30 شريحة. وخد بالك إن المصايل تكنو ليه بديل بنفس المادة الفعالة، وهو النوفو كوبال.